حاويات للحارات. عرفت علي شلون صابي؟ بناخد معنا عدة الفطور وهن بيجيبوا عدة الغداء، وبعتقد هيك بنطلع خلاص. ولا شو رأيك انت؟ الو صابر افندي، وينك؟ وين سرحت؟ ايوه انا معك. بس شو كنت عم تحكي؟ يا حبيبي هلا كل هالحكي اللي كنت عم بحكيه ما سمعتني؟ لا تواخذني راضي، بس المنظر هذا اللي عم شوفه قدامي خلاني غيب شوي عن وعيي وتفكيري. اي منظر يا ابن الحلال، والله ما عم بفهم عليك. الغازك كترانه هالاسبوع ها؟ لك الغاز شو انت التاني؟ مانك شايف الزبالة الملحوشة جنب كل بيت؟ يعني ناس حاطة زبالتها بكيس جنب بيتها، وين المشكلة بالموضوع؟ طبعا انت ما رح تلاقي مشكلة. شوف الزبالة اللي قدام البيت هنيك كيف منبوشة من القطط، وصارت بنص الطريق اللي عم تمشي فيه الناس على أشغالها. هذا منظر حضاري هاد؟ طيب يا سيدي رح اجي معك انا. شو دخل الناس؟ اذا هن حطوا كيس الزبالة مربوط وجنب البيت برتابة. ها؟ قال شو دخلهم؟ قال يا سيدي دخلوا لأنه خلوا كيس زبالة بمرمى كل قط وقطة موجودة بالحارة، وهذا مو أول كيس نابشينه القطط، ولا رح يكون آخر كيس. شوف كمان هداك، وهنيك في واحد منبوش كمان. طيب وبهيك حالة شو بدك الناس يعملوا حتى الكيس يضل محطوط برتابة لبين ما يجي عامل النظافة ياخده من قدام الباب؟ على سيرة عامل النظافة، هذا من زمان كان عامل النظافة لما يصل على الحارة يدق على كل باب فيها أو ينادي لياخد الزبالة بشكل يومي. ايه والله فعلا شغلة حلوة. وهيك ما بقى تشوف زبالة منتورة هون وهون بهالشكل الفظيع والغير حضاري. هذا اللي كنت بدي أوصل لك إياه، ويلي خلاني غيب عن وعي وتفكيري يا راضي. طيب سيدي اسمع مني هالاقتراح. تفضل راضي، احكي عم اسمعك. يعني لو بيحطوا شي 5 حاويات موزعة بكل حارة ما بيكون أحسن؟ وقت ما بنعود بنشوف هيك منظر للزبالة يلمستوته شروي غروي بالطرقات. يا عيني عليك، حلو كتير هالاقتراح، عجبني. أتاريك مانك قليل والله يا راضي. تلميذك يا صاحبي. وبما انك سمعت اقتراحي هاد، اسمع الاقتراح الثاني لكان. كمان عن الزبالة راضي؟ لك لا يا زلمة خلصنا منا. عن السيران اللي بدنا نطلعوا نحن والشباب، بيكونوا هلا دابوا بالشمس وهن ناطريننا. طيب وشو هو اقتراحك؟ لا اله الا الله، كبر عبر هيئته. ايه سيدي امري لله. رح اعيد مرة تانية. نحن رح نجيب عدة الفطور، جبنة ولبنة وزيتون ومن جميعه يعني. إيه. وهن بيجيبوا معهم